يلا مع بعض نقول بسم الله. نعمل النهاردة احلى طبق كبدة اسكندراني بطريقة هتعجبكم جدا. شايفين لونها فاتح؟ اهم حاجة الكبدة يبقى لونها فاتح، وبعد السوا تبقى طرية ما تبقاش ناشفة مننا. هنشوف كل التفاصيل في الفيديو بتاعنا. يلا نروح على الفيديو. معانا الكبدة متقطعة بالطريقة اللي هي العصافيري، اللي بيقولوا عليها عصافيري، رفيعة خالص. معانا التوابل: كزبرة، كمون، فلفل اسود، كاري. يعني اغلب البهارات اللي فيها حرف الكاف افتكريها كده: كاري، كمون، كزبرة، والفلفل الاسود عايزة شطة حطي. ومعانا الخضار بتاعنا: شوية توم حلوين، طماطمتين يكونوا جامدين، فلفل اخضر بارد وفلفل اخضر حامي وفلفل احمر، وليمونية واحدة. الكمية مفتوحة يا جماعة، احنا بس بنزود التوم وزودي الفلفل الاخضر والباقي قليل، والطماطم تكون جامدة. تمام. عايزة تضيفي شطة ضيفي. انا ضربتهم كلهم في الكبة. الطماطم تكون جامدة عشان ما تنزلش معاكي سوائل كتير. بنحط التوابل بتاعتنا والليمونية ونقلب. الخلطة دي انا عاملاها بسيبها عندي في الفريزر، باخد منها لما باجي اعمل الكبدة. بتحطي على قد ما بتحبي. هنشوف مع بعض الطريقة دلوقتي. احنا قلبنا زي ما قلت لك، عايزة تحطي شطة حطي شطة، بس احنا حاطين في الخلطة فلفل حامي بس مش كتير عشان الولاد عندي. طريقة تقطيع الكبدة عصافيري، لو انت عايزة تقطعيها بتقطعيها الاول شرايح زي البفتيك بس وهي جامدة شوية، وبعدين تحطيهم فوق بعض وتقطعيها صوابع رفيعة. انا بقى خدت شوية من الخلطة الحلوة نحطها على الكبدة ونبدأ نغلفها بيها، نقلبها كويس جدا. وزي ما قلت لك، عايزة تحطي عليها معلقة من الخلطة، معلقتين 3، ده براحتك. بس طبعا يعني هي تكون الكمية فيها كلها كده شاربة من الصوص الحلو، التتبيلة دي. لا نحط قليل ولا نحط كتير. يعني انا حطيت حوالي 3 معالق، دول كانوا شوية اقل من نص كيلو. انا ما حطيتش الملح، الملح هنحطه في الاخر. ده شكل باقي الخلطة بقى. انا هعينها بعينها في الفريزر، وباخد منها اما باجي اعمل كبدة على طول بتبقى جاهزة معايا. اعملي بقى كمية حلوة وعينيها في الفريزر ونسيها. جبنا شوية زيت. بنيجي بقى في طاسة، اهم حاجة نسخن شوية زيت كده حلوين. ممكن لو الزيت معاكي بعد كده زيادة صفي الزيت او شيلي الزيت الزيادة. واهم خطوة في الكبدة الاسكندراني اللي هي تبقى الزيت معانا سخن. تمام. وما نقلبهاش كتير. شايفين شكلها جميل ما شاء الله ازاي مع الخلطة. انا بس بشوف الزيت ساخن كويس ولا لسه. عايزينه بس يسخن كويس. هننزل الكبدة بتاعتنا الجميلة. اهم حاجة زي ما قلت لكم ما نقلبش فيها كتير. هنفردها كده. نزلنا كل الخلطة اللي في الطبق. هيبدأ معانا هنلاقي لونها يفتح. اهم حاجة ما نقلبش خالص. يعني كانت حمرا معانا لون الكبدة العادي، هنبدأ نلاقي اللون بتاعها بيفتح كده. ده معناها ان هي بتستوي. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار. مش هنقلب فيها الا لما يبدأ لونها كله يغير. تمام. هنستنى لما تفتح خالص كلها. بالشكل ده على نار عالية زي ما في المرحلة دي نبدأ نقلب فيه، عشان كل ما هتجيب معاكي مية هتسيبيها وقت اطول على البوتاجاز وهتنشف منك. في المرحلة دي يعني هي معانا اهي بدأت. شايفين انا خلاص قربت هقلب اهو. انا بس برضو لو في حبة على بعض كده حاولي تفرديهم. هي طبعا متقطعة يا جماعة عصافيري يعني رفيع، فما بتاخدش وقت خالص على النار. انا كنت ناويه بقى اجيب فينو كده وجرجير واعمل سندوتشات حلوه كده بتاعت كبده، بس بصراحه انا نسيت، ما كانش عندي فينو، فعملت رز بالشعريه معاها برضو خير وبركه. خلاص انا في المرحله دي قلبتها وبدات احط الملح.
وهحط لها نقطة كده من الخل في الاخر خالص واقلب. ما اقولكوش على الريحة، والله كانت ريحتها جميلة جدا ما شاء الله. جربوها كده، وزي ما قلتلك قطعي جرجير او ما بيحبش الجرجير بقدونس، واعملي طحينه وفلفينو او العيش البكاكين الابيض ده، او في العيش البلدي الصغير برضو شغال. انا حاطه كده قرنين فلفل حامي مع ان انا حاطه فيها، بس انا قلت دول ايه انا هاكلهم كده في جنب مع طبقي، عشان انا ايه ابني الصغير ما بيحبش الحراق. شايفين جمالها بقى ولونها؟ بصوا هي جوسي وطريه، يعني اقول لكم ايه بتدوب في البق والله. انا هدوقها لكم دلوقتي. بألف هنا وشفا كل اللي هيدوقها هقدمها معاكم دلوقتي. ثواني. ما شاء الله حلوة قوي، وشوفوا استوت معانا في ثواني. وكمان لو انت مجهزة الخلطة بتاعه الكبدة بتاعتنا الحلوة دي مش هتاخد منك وقت خالص. حتى لو انت بتشتغلي هترجعي من الشغل هتطلعي الخلطة وتقطعي يا دوبك الكبدة وتقلبيها في الطاسة. انا بقى هغرف الكبدة، هحط شوية في الطبق كده من تحت. انا عايزة بس شوفوا، انا عايزة اوريكم هي بصوا طرية ازاي ولونها جميل جدا ما شاء الله. طعمها ما اقولكوش طعمها هايل. الكبدة كده تحت وشوية من الصوص اللذيذ ده. حط كده شوية من الصوص كده، نغرقها شوية صوص حلوين من ده، وهنزل عليها بالرز بالشعرية. ونكبس كده الطبق شوية رز بالشعرية وهنبدأ نجيب الطبق بتاعنا ونقلب الطبق بتاعنا. طبق الكبدة بتاعنا اللي ما حصلش بالشكل. احلى طبق كبدة مع رز بالشعرية. هذا طبق الكبدة بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله حلوة قوي. انا هحط الفلفل كده على الجنب. دايما امي الله يرحمها ويرحم كل الامهات كانت تعمل لنا دايما مع الكبده رز بالشعريه. انا بعتز جدا بالرز بالشعريه مع الكبده. بألف هنا والشفا. اتمنى تجربوا الكبده على طريقتي، كبده اسكندراني على طريقتي بالتتبيله الهايله اللي عملناها. مع السلامه.